السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة قصص واقعية. النهاردة حبايبي هنطلع رحلة مع الأبطال ونتكلم عن قصة. القصة دي واقعية في معناها، مش خيال ومش سيرة لشخص واحد. القصة دي بعنوان اللي هرب من نفسه ولما وقف اتغير. أول نقطة في القصة دي الجرح اللي بيتزرع من غير ما نحس. في شخص اسمه يوسف. يوسف ده ما اتولدش موجوع، ما نزلش من بطن أمه موجوع، لكنه اتشكل وجعه واحدة واحدة من حاجات صغيرة الناس بتعديها، من نظرة ما جاتش في وقتها. يوسف اتولد مش موجوع، لكنه اتشكل وجعه واحدة واحدة من غير حاجات صغيرة الناس بتعديها، أو نظرة ما جاتش في وقتها، أو كلمة اتقالت متأخر. حضن كان المفروض يحصل وما حصلش، احتواء كان المفروض يحصل وما حصلش. يوسف وهو طفل ما كانش فاهم إن الحاجات دي بتتخزن، بس كان حاسس بإحساس غريب إن في حاجة ناقصة، حاجة هو مش قادر يسميها. فابتدى يتعلم بدري إن السكوت بقى أأمن من الكلام. أيوة، وإن اللي بيتكلم كتير بيتفهم غلط، وإن اللي بيطلب بيتقال عليه ضعيف. فهنا بقى قرر إنه يبقى هادي، مش لأنه مرتاح، لكن لأنه كان بيحاول يحمي نفسه من خيبات هو ملوش ذنب فيها. الهدوء ده مع الوقت بقى عنده عادة، والعادة بقت طبع، والطبع اتشكل لشخصية. وكل ده حصل من غير ما يوسف يختار. حصل لأنه طفل حاول يتكيف مع واقع أكبر منه، فكبر وهو شايل جرح مش باين. جرح ما بيوجعش طول الوقت، لكنه موجود دايما لأنه اتشكل. هنا بقى اتحولت الصورة، أو صورة القوة اللي اضطر يلبسها علشان يعيش ويتعايش. يوسف وهو بيكبر ابتدى يبني صورة عن نفسه، صورة إنه لازم يبان فيها قوي علشان ما يتسبش، صورة ما ينفعش فيها دموع ولا بكاء ولا تردد ولا أنا محتاج. فبقى شايل أكتر ما يستحمل ويضغط على نفسه علشان يفضل واقف. ومع الوقت اقتنع إن الرجولة معناها إنك تتحمل لوحدك، وإن المشاعر عبء تقيل، وإن القرب زيادة عن اللزوم بيكون مخاطرة. يوسف كان دايما أول واحد بيساعد، وكان آخر واحد بيطلب، دايما واقف، لكن عمره ما كان مرتاح، لأنه كان بيستنزف من نفسه علشان يحافظ على صورة حقيقية ليه، صورة اتبنت علشان تحميه زمان، لكنها مع الوقت بقت الصورة دي سجنه هو، بقى سجنها هو.
يوسف بدأ يهرب، والهروب اللي الناس كانت فاكراه نجاح، بالفعل يوسف نجح، وده حقيقي. لكن النجاح ده كان من بره بس. شغله ماشي، عنده علاقات كتير، في ضحك، في حركة، في وجود، وكل ده كان بيغطي فراغ داخلي ما كانش صورة أو ما كانش صوت ليه هو. يوسف كان دايما مشغول، لأنه أول ما بيقعد مع نفسه كان بيحس بثقل مش مفهوم، إحساس إن في حاجة غلط بس هو مش عارف إيه هي. فكان بيهرب من الهدوء، لأن الهدوء كان بيفضح. وكان بيهرب من الوحدة، لأن الوحدة بتسأله ولازم يجاوب. وكان بيملى وقته بأي حاجة تخليه ما يفكرش، لحد ما التعب بقى واضح على ملامحه حتى وهو بيضحك. وبقى يحس إن كل إنجاز هو بيعمله ما بيكملش، بس بيأجل السؤال كل شوية. بقى يضطر يخش في علاقات، أو تظهر له العلاقات اللي دايما بتقف قبل العمق. في العلاقات يوسف كان بيقرب بسرعة لأنه كان محتاج، لكن أول ما القرب كان بيزيد كان الخوف بيظهر. خوف من الالتزام، خوف من الوضوح، خوف من إن حد يشوفه على حقيقته. كان خايف يتحب ويتكشف، وكان خايف يوعد وما يعرفش يكمل. فكان بينسحب بهدوء من غير خناقات ولا درامات، من غير أسباب واضحة بينسحب. كان بيسيب وراه ناس محتارة، وهو نفسه كان بيكون محتار، لأنه ما كانش فاهم إن المشكلة مش في اللي قدامه. المشكلة كانت في خوفه القديم اللي لسه عايش جواه. خوف من الوجع، وخوف من الخسارة، وخوف من إنه يطلع إنسان عادي بس مش قوي زي هو ما كان متخيل. اللحظة اللي الجري اللي كان بيجريه وقف فيه غصب عنه. في يوم هادي جدا، من غير خضة ولا مشكلة كبيرة ولا دراما، يوسف حس بتعب مختلف. تعب مش في الجسم، لكن تعب في الروح. وهو واقف قدام المراية حس إن الشخص اللي قدامه شخص غريب، لا فرحان ولا زعلان، بس فاضي. حاول يضحك ومعرفش، وحس إن الجري طول عمره ما وصلوش لحاجة، وسأل نفسه سؤال بسيط، لكن السؤال ده كان خطير جدا: هو أنا ليه دايما بهرب؟ ليه مش بواجه وليه بهرب؟ السؤال ده عنده ما كانش ليه إجابة، لكنه كان أول مرة يوسف يقف وقفة بجد، من غير ما يدور على مخرج سريع. الهدوء اللي كان بيخوفه وكشف بقى كل حاجة. لما يوسف وقف، الهدوء اللي كان بيهرب منه ظهر، ومع الهدوء طلعت بقى الذكريات. ذكريات كان فاكرها تفاصيل، لكنها كانت جروح. لحظات احتياج ما اتقبلتش، مواقف حس فيها انه لوحده،
وفهم فجأة إن القوة اللي عاش بيها كانت عبارة عن درع مش علاج، وإن الصمت اللي هو اتعود عليه كان وسيلة هروب مش حكمة. فهم إن الاعتراف بالحقيقة أصعب من أي شغل عمله، وإنه طول عمره كان بيحاول علشان ما يبينش ضعفه، لكن محدش قاله إن الضعف ده مش عيب، محدش نصحه بكده وشجعه، وإن اللي يوجهه هو نفسه. التغير ده اللي بيحصل من غير إعلان صنع شيء عند يوسف. يوسف هنا ما أعلنش إنه اتغير وما عملش دوشة، لكن هو بنفسه ابتدى يتغير وابتدى يقول أنا مش قادر. ابتدى يقول لأ أنا مش قادر، بدل ما كان بيهرب ويختفي. ابتدى يقول أنا محتاج وقت، محتاج مساحة، بدل ما كان بيهرب. ابتدى يقول أنا مش فاهم نفسي، بدل ما كان بيمثل القوة. ومع كل مرة كان بيقول الحقيقة كان الحمل بيخف شوية شوية، واكتشف إن الصراحة ما بتخوفش الناس الصح، وإن اللي يستاهل يقرب ما بيجريش لما يشوف الحقيقة. ومع الوقت يوسف بقى أهدى وأثبت وأقرب لنفسه، ولأول مرة من غير تمثيل. الحكمة اللي احنا ناخدوها من قصة يوسف، هنا يوسف فهم في الآخر إن الهروب مش بيشيل الوجع. اوعى تهرب، الهروب ما بيشيلش الوجع، ده بيأجله. وفهم إن اللي بيجري من نفسه عمره ما هيرتاح، وفهم إن الشجاعة عمرها ما كانت قسوة، وعمرها ما كانت في القسوة ولا في التحمل الأبدي. الشجاعة في المواجهة مش في الهروب، وفي الاعتراف مش في الاختفاء، وفي إنك تسمح لنفسك تكون إنسان، تتعب وتحتاج وتطلب من غير خجل. وفهم كمان إن السلام عمره ما كان في الوحدة ولا في الاعتماد الكامل على الناس. اكتشف إن السلام في إنك تبقى صادق مع نفسك قبل أي حد. حبايبي، لو القصة دي لمست حد فيكم فده معناه إن في حاجة جواك أنت لسه عايزة تتشاف. نصيحتي ليك ما تهربش، الوقفة ساعات بتوجع بس بعدها بيكون في راحة. شكرا ليكم، وانتظروني حبايبي في قصة جديدة مع قصص واقعية.